وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ عبد الله حميدي عجيل اليور أمين عام حركة العدل والإصلاح. السلام عليكم شيخ. نعم شيخ عبد الله، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم شيخ عبد الله، بداية كيف ترون الاجتماع الطارئ لمجلس محافظة نينوى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل 3 أو 4 أيام اتصلت بأعضاء الحركة وتواصلنا وقررنا تعليق عضوية أعضاء حركة العدل والإصلاح العراقي لمجلس محافظة نينوى لمدة 72 ساعة على أن تنفذ مطالب الجماهير، وإن لم تنفذ فهناك إجراءات أخرى. اليوم بعد أن عقد المجلس جلسة، المجلس الحمد لله والشكر اليوم أيضا استشار أعضاء المجلس البقية إلى قرارنا بتعليق العضوية، وقام أعضاء المجلس البقية مثل ما تدرون بتعليق عضويتهم، وهذا شيء جيد ومفرح لكل أهالي نينوى. ما يهمنا من الأمر هو استجابة الحكومة المركزية لمطالب أهالي محافظة نينوى، ومطالب أهالي محافظة نينوى أعتقد ذكرت لي أكثر من مرة والآن تم ذكرها ولا بأس من إعادتها، لكن أهمها موضوع النساء المعتقلات، النساء التي يعتقلن ويعذبن ويعتدى عليهن. هذا اللي شرف كل عراقي، وكل عراقي غيرته وما تدفعوا لحماية هذه النساء فالعراق والعراقية منه براء. لذلك على كل العراقيين في كل مكان أن يؤثرون لهذا الأمر. نعم. الأمر الثاني في حال عدم استجابة الحكومة، وهنا ركز، في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب الجماهيرية، كنا اليوم قد قدمنا ورقة وهي كل المجلس، كل أعضاء مجلس محافظة نينوى ومحافظ نينوى يقدمون استقالة جماعية احتجاجا على عدم الاستجابة لهم. شنو المجلس اللي ما ينسمع له؟ شنو المنصب اللي ما يجيب حقوقه عنا؟ شنو فائدته المنصب؟ لا احسن يقعدون ببيوتهم ويستقيلون اذا الحكومه المركزيه ما استجابت لهم. وهذا ما كلمت اخواني عليه، وان شاء الله الجميع يستجيب في حال عدم استجابه الحكومه لهذا الامر، وكلنا ثقه بان الجميع سيستجيب. هذا شرف العراقيات وهذا شرفهم وعرضهم، لازم يكونون على قدر المسؤولية. أيضا كان هناك طلب لنا لمواضيع أخرى موجودة عندكم، اذكروا يا جماعة موضوع الاشتتات، وهو موضوع مهم جدا. أصبح الاشتتات شيء نوعي، يعني كيفهم هذا يشتتوا وهذا ما يشتتوا، هذا الحكي غير مقبول. وكنا ننادي مع الأسف من يمثل أنا أكره التسميات الطائفية، لكن راح أقول من يمثل السنة في بغداد إن لم تمس النار كرسيه ما له علاقة بنا يا المواطنين. لذلك أقول لكل واحد ما كرسيه ما يجيب حقوقه حلو يعوف هالكرسي وبليه الراتب، يجي عندنا ندفع له رواتب، أما عيب عليهم جالسين في كراسي ما تجيب حقوق الناس. موضوع الاجتهاد هذا، وانا اعتقد هناك فرصه الان امام رئيس الوزراء شخصيا، ووجه كلامي ايضا مباشره له، اقول له يا رئيس الوزراء انت الان عندك فرصه لتوحيد العراق ولمعالجه جميع المشاكل، معالجه وحده، هذا راي الشعب، هذا مو راي السياسيين. يكفينا السياسيين يجون ويقولون ما في مشاكل، ماكو مشاكل، الاستفاد بعضهم يروحون يجلسون عند شو اسمه عند المسؤولين، والله الاستفاده هذا الاستفاده البعثيين ادونا سابقا. احنا ما نتكلم نتكلم عن الناس الابرياء، الناس اللي حرمت ارزاقهم وقطعت. فان شاء الله تستجيب الحكومه العراقيه، وان شاء الله على مطالبنا، وان لم تستجب والله اعضاء المجلس والمحافظ اشرف لهم الاستقاله، وعدم الجلوس في مناصب ما تجيب خير لهم وبليه الراتب. هذا ينزلون على الجماهير اللي موجوده بساحه الاحراز تجمع لهم راتب. نعم شيخ، من خلال الراتب، وانا متاكد، لكن انا كل ثقه انا اريد اكد على شيء،
نعم. كل اخواننا اذا الحكومه ما استجابت راح لمطالب الجماهير، متاكد اخواننا كلهم راح يستقيلون. يعني انا ما اشك في اعضاء المجلس جميعهم ولا في المحافظ. نعم. وكلنا الان علينا ان نبتعد عن تسييس المظاهرات. سياسيين يروحون بنص المظاهرات واقفين بنص الناس، ترى هذه ما ترهم. المظاهرات ليش ما طلعتوا قبل شهر؟ ليش ما طلعت؟ الناس قطعت الحاله. وهنا اشكر دور رجال العلماء اللي وقفوا، وكانت وقفتهم وقفه حقيقيه غير طائفيه. واحذر من الدم العراقي، من نعم. إراقة دم عراقي، وحذر من إراقة الدم العراقي، فهذا شيء لا يمكن أن نقبله ولا يقبله العراقيون. شكرا لكم، وتحياتنا للموصلية، وتحياتنا لمشاهدينكم الكرام، وتحياتي على اخواني المتظاهرين، وتقديري واجلالي للعلماء الاجلاء اللي ينهضون الناس للزود عن مشاكلهم. والمشاكل ما هي بس هذه، عندنا ايضا المشاكل مع اقليم كردستان اللي يحتل 80% من اراضي نينوى. هذا الامر ايضا بدنا ايضا من علمائنا التنبيه له، لان هذه ثروات الفقير واليتيم من ابناء نينوى لا تروح للاخرين. والسلام عليكم ورحمه الله. نعم، شكرا للشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور امين عام حركة العدل والاصلاح على هذه الايضاحات.